بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم بكل صراحة. ها نحن نتواصل وإياكم في كل أسبوع في مثل هذه الساعة في الكويت وخارجها من خلال قناتكم الوطن. نطرح موضوعات تهم الأسرة، تهم البيت، تهم المجتمع، تهم الأمة بأجمعها. يستوي فيها الكويتيون والخليجيون والعرب، بل كل من يفهم هذه اللغة ببساطتها قد يستفيد منها في أي مكان كان. نتحدث هذه الليلة عن الطفل، هذه النعمة التي أنعمها الله عز وجل علينا والتي لا نشعر بقيمتها. من يعرف قيمة الأطفال إلا من فقد الأطفال، من يعرف نعمة الأطفال إلا من حرم نعمة الأطفال. انظروا إلى من لم يتزوج أو من تزوج ولم يرزق بطفل، كم يتمنى هذه النعمة، بل ربما لا يدعو الله بدعاء إلا بأن يرزقها الله نعمة الأطفال. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. النعمة الثانية اللي لازم نستشعرها إن الله عز وجل ما رزقنا طفلا إلا وكان مسلما صافي الذهن والقلب من كل ما يشوبه، بل على الفطرة. كل طفل سواء أمه وأبوه مسلمين أو أمه وأبوه يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين أو بوذيين أو أي ديانة كان، بل لو كان ملحدين، فإن الطفل الذي يرزق ويولد لهما يولد على الفطرة، يؤمن في قلبه أن لهذا الكون خالق. لو ترك هذا الطفل بلا مؤثر لظل على الإيمان بالله وتوحيده. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه أول من يؤثر في الطفل من؟ أبواه، يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. من يغير الطفل؟ ترى الأب والأم. اليوم المشكلة الأكبر أن حتى في بيوتنا حنا العربية والمسلمة أن الآباء والأمهات صاروا الآن مشغولين عن الأطفال. الأبو إما يطلب الرزق أو بديوانية سلامته أو بالشاليه أو مسافر مع ربعه أو يلعب كرة أو يتابع مباريات. قليل ما نجد أب يجلس ساعة والساعتين كل يوم مع أولاده. أما الأم اللي هي يفترض أن الجزء الأكبر من التربية عليها، فللأسف الوضع كما ترون. الغالب ليس الكل، الغالب من الأمهات ما لها خلق عيالها. الخادمة توكل، الخادمة تلبس، الخادمة تشرب، الخادمة تطلع، الخادمة توديهم الألعاب، الخادمة مع السايق يروحون بعض الأماكن. الأم أنا عيالي أكشخهم حق الزوارة، هذا العيالي. أنا عيالي بس لما يصير حفل تكريم لهم أنا أروح، هذا العيالي. لكن متى تجلس الأم مع أولادها إلا الحريصة؟ والحمد لله في أمهات حريصات على أولادهن. المشكلة الثانية اللي راح نتكلم عنها اليوم أن حتى الأمهات والآباء الزينين يتركون عيالهم بالساعات أمام ما يسمى شاشة التلفزيون وقنوات متخصصة للأطفال، قنوات أنشئت من أجل هذا الطفل ليكون الأب البديل والأم البديلة. يمكن لما نسميها القناة الأم البديلة لأنها مؤنث أحسن ولأن تأثير الأم أكثر، فسمي بعض القنوات اليوم أما بديلة لهؤلاء الأطفال اللي عايشين بيننا. يعني جيلنا بعد سنوات راح يصير تربية شنو؟ في الغالب تربية قنوات فضائية، تربية أفلام كرتون، تربية قنوات ما أبي أسمي بعضها تستمر مع الطفل من عمر 3 سنوات. يبدأ الطفل يحب الجلوس أمام التلفزيون من 3 سنوات يمكن لعمره 15 16 17 سنة، وهو يتابع حتى سن المراهقة المتأخر، وهو يتابع هذه القنوات يمكن أكثر من 13 سنة، وهو يتدرب يوميا. تدرون الإحصائيات تقول أن الطفل يجلس أمام القنوات الفضائية والكرتون وقنوات المحببة بالنسبة لديه أكثر من ذهابه للمدرسة في السنة كلها. لو تعدون المتوسط تقريبا ساعتين في السنة، كم ساعة تصير؟ 2 3 ساعات أحيانا الطفل يجلس أمام هذه القنوات الفضائية. وشوفوا كم ساعة يداوم الطفل في المدرسة، لوجدتم أن جلوسه أمام التلفاز أكثر.
يعني تأثير القنوات الفضائية على الطفل أفلام الكرتون أكثر حتى من المدرسة، أكثر من الآباء والأمهات، أكثر من كل شيء. وإحنا غافلين، والأب يمر على الغرفة يشوف عياله جالسين على القناة الفلانية كرتون، وهذا الحمد لله على الأقل ما طلعوا بالشارع، استانسوا وطلعوا وخلاهم. الأم تتصل على الخدامة، ها عيال ايش قاعد يسوون؟ قاعد يطالعون تلفزيون. إي خليهم، خليهم. ما كملت طلعاتها وفرتها بالسوقة والقعدات. على الأقل عيالي قدام الكرتون ما راحوا بعيد. شيخ حتى الكرتون تبون تحرمونه؟ أنا ما راح أحرم، القضية مو حرام وحلال. أنا مو قاعد أفتي أنا في هذه الحلقة، أنا قاعد أتكلم عن آثار راح تشوفونها بعينكم. أم أرسلت رسالة تقول أنا عيالي مرة قاعدين يترجوني أسوي الشيء الفلاني لهم، ما رضيت. فقوم واحد من اليهال ويسجد لأمه، يسجد لأمه سجود. ها أرجوك يا أمي سوي لي هذا الشيء. قوم، شو تسوي؟ يسجد مرة ثانية. ايش فيه الولد؟ تدرون الولد ايش فيه؟ الولد تعود في أفلام الكرتون وبعض المسلسلات وبعض إن لما يتوسل شخصية لشخصية أخرى يسجد له. بل الطفل يتعلم منذ صغره يصير مسخ، ما يعرف شنو الله، شنو ملائكة، شنو شياطين، كل المفاهيم تختلط عليه. وراح تشوفون بالتقرير بعد شوية بعض الملامح. تخيلوا، ما أبي أسمي أفلام كرتون، يعني أبسطها يعني توم وجيري. منو ما شاف توم وجيري؟ هذا في أحد الحلقات القط تخرج روحه، وين تروح إلى السماء، يشوف اللي ماسك الكتاب يعطيه الكتاب بشماله. ومنو اللي ماسك الكتاب؟ قط مثله لكنه أبيض. يعني منو اللي قاعد يعطيه الكتاب ويقول له ترى أنت راح تدخل النار، فارجع بسرعة خلي الفار يسامحك، ولا راح تدخل جهنم. ينزل تحت ترجع لروحه، يلحق يقول له طبعا الفار ما يسامحه، يموت، يروح يدش إلى جهنم ويلقى هناك منو اللي ناطره؟ الزبانية اللي في جهنم وهم الكلاب. تخيلوا الطفل لما يتصور أن هذه ملائكة النار وهذه ملائكة الجنة وهذا اللي قاعد يحاسبني. لا، في أشد من هذا، في أشد. الطفل لما يزرع بذرة تصير شجرة عودة، يصعد الشجرة يشوف فوق السماء إنسان قبيح ولحية كثة، ويطلع هذا الإله اللي يتحكم بالكون. يا جماعة ترى عقائد قاعدة تروح، ناهيك عن السحر والأشياء الخيالية والجن والشياطين. كل مفاهيم الصحيحة اللي في عقول الطفل قاعد تشوه بأفلام الكرتون. شوفوا التقرير الأول اللي يتكلم عن أثر أفلام الكرتون العقائدي. بعدين راح نتكلم الليلة أثر الأخلاقي، أثر الاجتماعي، أثر التربوي والسلوكي، كل أنواع آثار أفلام الكرتون على عيالنا. علشان في النهاية طبعا راح يكون ضيفنا اليوم أخ عزيز عليكم، راح تشوفونه بعد الفاصل. لكن خلينا نشوف التقرير أول شيء. المعتقدات التي تعرض في قنوات الأطفال تحت مسمى الخيال الواسع والقوة الخارقة، معتقدات تصادم العقيدة الإسلامية. شبح يعيش مع البشر أم فتى غريب الأطوار بقوى عجيبة؟ كلاهما. أنت وحش، لا شبح ولا طفل. من يهتم بمسخ مثلك؟ لن يقول أحد لك سوى الوداع. نلت الحرية أخيراً، والآن إلى تصفية الحسابات والتي تتطلب ارتكاب جرائم أكثر عنفاً. حان الوقت لتحريري من سجن الجسد. لعبة جيدة، لكن ورقة الفخ خاصتك تسمح لي بأن أستدعي وحشاً أيضاً، لذا أستدعي الآن فتاة الظلام العجيبة. فمن خلال هذه الأفلام الكرتونية يتعلم الأطفال السحر والشعوذة. الآن يا فارس الظلام، هجوم! اقضي على وحشه وأنهي هذه المبارزة. Hold on. From your chin to your toes, an elephant trunk grows. إني أبادر ساحرتي بالعملاق القوي. اقضي على عملاقه القوي بهجوم فارس الظلام. بالمناسبة، من تعني بنحن؟ أتعني أصدقائك الخياليين؟ صحيح أصدقائي. انظر، ألقي التحية.
إذا كان علي البقاء في جسدك الكئيب فعلي إجراء بعض التحسينات التجميلية على الأقل. وتصور بعض الأفلام إمكانية إحياء الموتى عند البشر. لا تحاول أن سأقاتلك حتى آخر لحظة. لا تدعوه يهرب. وقد يتعدى الأمر على تصوير صراع بين الملائكة والشياطين كذبا وبهتانا. لا طبعا، إنها في هذه اللحظة تفكر في طريقة للخلاص منك. انتظر، لا تأكل هذا. ولم لا؟ لأنه مسمم. انظر رب السمسم. إنما يركز في ذهن الأطفال منذ الصغر لن يمحى بسهولة عند الكبر. لا تظن غدا مدرس التربية الإسلامية أو معلمة التربية الإسلامية سوف تمحو كل ما تعلمه الطفل من عقائد وأفكار. وحتى أعياد اليهود والنصارى عيالنا الآن يحتفلون فيها وأنتم لا تدرون، وهم ينتظرونها أحيانا بفارغ الصبر. اتصل علينا أحد الإخوة يقول: أنا لما رجعت إلى البيت مرة قال لي طفلي: أبي أريد بعض الملابس المخيفة المرعبة. قلت له: ولما؟ قال: غدا عيد الهالوين، هذا العيد الذي يحتفل فيه النصارى وعندهم بعض الشعائر والطقوس في إرعاب بعضهم بعضا في هذا اليوم. من متى أطفالنا، منذ متى أطفالنا يرفعون شعارات يهود وشعارات نصارى، ناهيك عن الشعور والقصات والأشكال، بل صارت الشياطين عند بعض الأطفال محببة، وصارت الملائكة مبغضة، وصار الحيوانات أحيانا، تخيل الطفل يحب أحيانا الحيوانات النجسة، فالخنزير مثلا والكلب مثلا والفأر مثلا محبب عند الأطفال. أما القط وبعض الحيوانات الأليفة الطاهرة فهي مبغوضة عند الأطفال. حتى هذه المفاهيم قلبت وعكست. ما الذي يحصل مع أطفالنا؟ هل نحن اليوم احنا لسنا بغرض ان نقول حق الأطفال امنعوهم؟ لا لا لا، راح نأتي ببديل إن شاء الله وبعض الحلول التربوية، لكن إياك أن تظن أن الطفل بما أنه ينظر إلى هذه القنوات الفضائية المخصصة للطفل أنه في مأمن. لا وربي، هذه أخطر على الطفل حتى من بعض القنوات للبالغين أو قنوات الأفلام أو قنوات الدراما أو بعض القنوات الرسمية الأخرى. فاصل، وعندنا ضيف عزيز كريم متخصص في هذه الأمور، لكن خلكم ويانا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. حتى لا أخوض وأتكلم في موضوع ربما لست متخصصا فيه، استضفت معي في الحلقة الأخ العزيز والصديق القديم أستاذ الدكتور مصطفى أبو السعد، المستشار النفسي والتربوي. حياك الله معنا دكتور. حياك الله شيخنا وحفظك الله، واعتز بهذه الصداقة. الله يبارك فيك. طبعا احنا استفدنا منك كثير دكتور خلال يعني مرحلتنا الماضية حتى في الدعوة إلى الله. دكتور، الموضوع خطير ويمكن بدأت الرسائل أيضا تهل علينا في نفس الجانب والسياق. هل الأفلام الكرتون هذه أو قنوات الأطفال المتخصصة سواء كانت الآن كرتون أو حقيقة، هذه القنوات المتخصصة الأطفال هل فيها خطورة ولا أنا قاعد أبالغ؟ هو أعتقد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أعتقد لا يمكن لأي برنامج أن يبين الخطورة أو التدبير الذي يحدث لنفسية الطفل وشخصية الطفل وعقل الطفل ووجدان الطفل من هذه البرامج الكرتونية. بمعنى لا يمكن، لا أنا ولا أنت يا شيخ ولا أي شخص ممكن يبين الخطورة. الخطورة أكبر من أن تحصى أو تحدد، خطورة غير عادية. أعطني بعض الملامح الخطورة هذه. أعطيك ملامح، أبسط ملامح أنت ذكرتها في المقدمة، أن الطفل بدأ يجلس مشدودا لمدة تتجاوز 3 ساعات.
تعرف لما نجي نشوف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، طفولة النبي صلى الله عليه وسلم في مدارب بني سعد، كان الهدف منها تحقيق الاتزان في 4 مجالات. أول شيء حركة الطفل الفطرية، أنه يكون متحرك ونشيط لينمو وجدانا وينمو عقلا وينمو روحا وينمو جسدا، وذاك اشتغل بالرعي. الرعي فيه التأمل، والتأمل نمو للروح وللعقل، والنمو الوجداني بالرحمة على الحيوانات، والنمو الحركي بالنشاط والحركة. ماذا يعني أن يجلس الطفل في هذا السن لمدة أكثر من 20 دقيقة؟ ولاحظ أنا ما قلت ساعات، لأن الجلوس أكثر من 20 دقيقة تعني تدمير للبناء النفسي، عكس الفطرة التي ولد عليها الطفل. لا ينبغي للطفل أن يجلس أكثر من 20 دقيقة. دكتور هذا عيالنا أكثر الناس الآن ساعات أمام نعم. تتكلم عن 20 دقيقة. إيش منو الآن اللي يجلس 20 دقيقة؟ 20 دقيقة هذا هو الطبيعي. أما العلميا الطبيعي هو عمر الطفل زائد 3. يعني لو كان 5 سنوات المفروض يجلس 8 دقائق فقط ثم يتحرك. لو كان 17 سنة 20 دقيقة. الآباء الآن مثل ما قلت لك دكتور يعني يفرحون إذا عيالهم متسمرين أمام التلفزيون. نعم. والأمهات تقول عساهم على طول بهالحال جالسين. نعم. عشان ما يشغلونها ولا يزعجونها في البيت. وذاك ماذا نقول؟ نقول أن التنشئة السوية أرخص وأيسر وأسهل من علاج الانحراف. طبعا دكتور أنت قاعد تتكلم فقط عن الجلوس أمام التلفاز، هذا بس ما تكلمت عن المضمون الحين أنت في القنوات الفضائية. المضمون هذا هذا اللي تكلمت عليه، هذا أبسط شيء. ماذا يحدث؟ الولد لما يجلس هو يتفرج على ماذا؟ كل ما يتفرج عليه عبارة عن عنف، مصارعة، مطاردة، معاكسات، صراعات، إلى غير ذلك. هذا يطالع شو المشكلة لو شاف هالأشياء. ما الذي يحدث؟ هو الحين جالس بدون حركة، وهذا عكس الفطرة. وفي نفس الوقت هو يتحرك، لكن يتحرك بالعقل بدبدبات المخ. واحنا لما نشوف ديننا الإسلامي، جاء الشريعة الإسلامية جاءت لتحفظ 5 أشياء، ليس فقط الأخلاق. الدين والأخلاق هو جزء واحد، لا يقل أهمية أو لا يقل العقل أهمية عن الدين. بالضبط. العقل والنفس والدين والكرامة اللي هي القيم وكرامة الإنسان، العرض. ثم الجسم اللي هي الذات، احنا نقول المال أو يعني ذات الإنسان. بالضبط. ف5 أشياء تدمر. احنا لماذا نركز فقط على الدين اللي هي الأخلاق والقيم؟ هذا يدمر، لكن أيضا العقل يدمر. عفوا النفس دكتور. تدمر. دكتور أنا ببدأ يعني بنوع من أنواع المضامين اللي تتضمنها هذه القنوات الفضائية، وراح تشوف معي دكتور. أنا ما راح أقول لك شنو راح يكون التقرير. راح نعرض جزء مما يعرض الآن في قنواتنا الفضائية، واستحينا دكتور نحط بعض الأشياء عشان المشاهدين المحافظين اللي قاعد يطالعونا. آسف أيها الأخوة، راح تشوفون أشياء إحنا هذه أقل ما كان مجمع عندنا من مادة ماتيريال. وضعنا شيء بسيط بس عشان ننبه الآباء والأمهات إيش قاعد يعرض في القنوات الفضائية. هذا تقرير وبعدين نترك لك التعليق إن شاء الله. شوف. أخبرني كيف حالها؟ إذن أخبرني، من الفتاة الجميلة التي يواعدها مأمون؟ هل تعرف الفتاة التي يواعدها مأمون؟ لا أدري، مديحة، بثينة، لوزة، أو ربما الفتاة ذات الشعر الأخضر. ها إنها جميلة إلى حد ما. الأمر ليس كما يبدو لك. تعني أنك لن تسيطر على العالم ولا تواعد فتاة أخرى؟ هذه اللقطات وغيرها كثير مليئة بالحب والإعجاب والعلاقات المحرمة مع الفتيات. انتظري، ما زال موعدنا قائما؟ نعم، في 8. ناهيك عن اللباس العاري الذي يظهر فيه الأبطال. أنت بخير؟ هكذا ها؟ أقصد كانت انتهى الأمر، لماذا لا تعاقبيني؟ ويتعدى الأمر أحيانا إلى تقريب الشذوذ الجنسي وتشبه الرجال بالنساء. المفترض أن تسرحي شعرك كشعري، فلا أحد يجيد تسريح شعره أكثر مني في العالم كله. فماذا نرجو من جيل يتربى على هذه الأخلاقيات؟ تعالني رائعة. أتسمحين؟ أنت ثاني عجوز تتحرش بي اليوم، ولست بمزاج جيد. المكان هنا رائع. دكتور طبعا احنا شلنا بعض اللقطات الساخنة في افلام كرتون الاطفال، ايش رايك بهذا اللي قاعد يعرض؟
والله أشياء. أول شيء، أول لقطة ظهرت فيها حركات إيحائية خطيرة جدا. ما الذي يحدث؟ هل سمعت أخي الشيخ نبيل ما يسمى بالبلوغ المبكر، النضج المبكر؟ لماذا احنا ضد الاختلاط؟ أنا ضد الاختلاط. البعض اللي يقول والله ما فيه نص يحرم الاختلاط. لا، خلينا نشوف ماذا يعني الاختلاط. الاختلاط أو مثل هذه الأفلام لما ترى الولد ينضج قبل أوانه. تخيل بنت عمرها 7 سنوات 9 سنوات ناضجة كأنها امرأة في 18 سنة. هذا موجود علميا. هذا نسميه النضج المبكر أو البلوغ المبكر. تخيل ولد عمره 10 سنوات ناضج. شنو سببها دكتور؟ سببها الأفلام، الحركات. شفت الحركة الأولى؟ هذا في نموذج مجرد الحركة. أول شيء قصة الشعر، حركات اللي سواها حركات جنسية خليعة جدا بس كانت سريعة. هذه التقطها العقل اللاواعي وخزنها. الولد يصبح شخص يقلد هذه الحركات تلقائيا. عشان كذي نلقى شكاوى في مدارس الابتدائي من بعض الأولاد يسوون حركات لمعلمات أو لبعضهم البعض. قد يكون هذه أسبابها. شكاوى أخرى، أنا كاستشاري تجيني حالات، أنا ما يمر شهر إلا تجيني على الأقل 4 حالات لأولاد أقل من 10 سنوات يعتدون على أخواتهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن ما في شيء عنده الآن إلا أخته. ونضج جنسيا قبل أوانه. قضية المواعد هذه صارت عادة في القنوات. صار هما، صارت القيم الاستهلاكية أن الولد ما عنده أي هم إلا المعاكسات والبحث عن البنات ومطاردة البنات والحديث عن البنات. فذهب العلم وذهبت العبادة وذهبت العقيدة والقيم والأخلاق وغير ذلك. فهم أسسوا لنا أنماط استهلاكية. دكتور، يمكن أدرى مني أن في بعض الدول الغربية بعض أفلام الكرتون لها سن معين ما تعرض لأقل من. احنا عندنا مفتوح الباب اللي يشوف أي شيء. غير هذه أن أفلام الكرتون في القنوات الرسمية وغير الرسمية اللي هي تسمى محترمة وتراعي المعايير الإعلام لا تتجاوز 20 دقيقة. في إيطاليا وفي فرنسا وفي بلجيكا وفي ألمانيا وفي لوكسمبورغ لا تتجاوز 20 دقيقة في وقت معين. ما عندهم قناة فضائية موجهة للأطفال، لأن أول شيء الفضائيات غير متوفرة في أوروبا. هم عندهم ما يسمى بالأرضي بالكيبل. عندهم حتى لا تلتقط بهذا العادي، تلتقط مئات القنوات بس ما في قناة متخصصة للأطفال بهذا الشكل تعرض على الأرضي. دكتور، عندنا بعض الرسائل من بعض الأخوات تقول أن بنتها تبي تلبس ملابس خليعة فاضحة تقلد فيها إحدى الشخصيات الكرتونية. صحيح. أنا عندنا برنامج أو مسلسل اسمه الجاسوسات الثلاث، يلبسون لباس خليع، البنات معجبات به ولباسهم جدا فاضح وهم بطلات، يصورنا كبطلات كنماذج للاقتداء والإعجاب. يقول المعد أن إحنا ما سمحنا نفسنا نحط بعض المقاطع من هذا اللي تفضلت فيه لأن شيء سيء. دكتور، الحين عندنا تقرير ثاني. هذا اللي مسلسلات حقيقية أيضا في قنوات الأطفال. إحنا المشكلة العيال لما يقعدون والآباء والأمهات على بالهم أن هذه قنوات محترمة. شوف الألفاظ، يمكن دكتور يمكن واحد يستحي يعلق عليها، لكن للأسف هذا تربية عيالنا على هذه القنوات. خلينا نشوف التقرير. لا تقتصر هذه القنوات على رسوم الكرتون، بل تعرض في بعض أوقاتها أفلاما رومانسية. وأقول رومانسية تأدبا، ولكن ما يعرض فيها أسوأ من ذلك. Dude, if you shave it off, she will kiss you. Well, there are more important things in life than kissing girls. Name 2. I can't. فهي قائمة على ما يسمى بالجير فريند والبوي فريند، مستهدفة بهذه الأفلام شريحة المراهقين. You want to get back together with me? How'd you know? Because guys don't just go, Tori, unless they're breaking up with you or they want to get back together with you. كما أنها تعود الأطفال على السلوكيات السيئة من ضرب للوالدين وامتهان للمعلم. Mr. Talbot, the principal wants to see Drake right away. Very well. Drake, you may go. Yes, sir. فهل هذه القنوات قنوات أطفال؟ I hear you good. Oh, no, not really. You're our new boyfriend. I get him first. No, I do. No, you don't.
دكتور هذه أخف اللقطات اللي عرضناها، هذه يتربى عليها عيالنا، تعليقك السريع دكتور. والله التعليق السريع أنها أولا تحطم القيم والأخلاق وتحطم التعليم، تبين أن المدرسة هي مجال للمعاكسات والمطاردات، وأن المتعة في هذه الحياة هي مرتبطة بمتعة الشغب والعنف والعدوانية على الآخرين ومتعة العلاقات الجنسية بين الطرفين. هذه هي الحياة وهذا هو الاهتمام. يمكن لاحظ دكتور أن بعضهم ما قاعد يلمح الآن، بعضهم قاعد يصرح حتى في بعض اللقطات. نعم. يقول واحد يقنع صديقه، طفل يقنع طفل. نعم. لا تكون علاقة مع وحدة. نعم. ويبي يثبت له ياب له عدة حلويات. صح. يقول أنت لو تستمر على حلوة واحدة راح تمل منها. فأنت مرة هذه ومرة هذه ومرة هذه. كذلك الفتيات خذ لك علاقات كثيرة. شوف عيالنا قاعدين يتربون على قمة الفساد، ولذلك انتشر عندهم الحين الشذوذ، لأن كل ما هو فطري انتهت تأثيراته الإيجابية، ما بقى الإنسان يستمتع بالفطري فتحول للشذوذ. دكتور نبي نكمل وياك لكن بعد الفاصل، خلكم ويانا نرجع بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. طبعا احنا مستمتعين مع الأستاذ الدكتور مصطفى أبو السعد، استشاري النفسي والتربوي. دكتور، هل هذا الكلام اللي قاعد نسمعه والخطير جنسيا الأولاد والأطفال يفهمونه؟ شوف أخي الشيخ نبيل، يفهمون أو لا يفهمون يخزن، وهذا هو أخطر شيء. لا توجد كلمة أو حركة يراها الطفل أو يدركها سواء بالسمع أو بالصورة إلا وتخزن. وذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التربية، أول سنة تربوية أن نؤذن في أذن الطفل عمره دقيقة. سؤال، طفل عمره دقيقة يسمع يفهم؟ لا، يخزن. معنى أن العقل اللاواعي يشكل عند الإنسان في 4 أشهر في بطن أمه ليخزن، فلما يولد الإنسان يخزن. هذه حركات تخزن عند الإنسان، والعقل اللاواعي هو المسؤول عن الحركة. أنا أتكلم الحين وأحرك يدي بطريقة لا واعية، فهو لما يشوف هذه المشاهد أو الحركات سواء كانت حركات جنسية أو سحر أو أي شيء، أو يسمع الكلمات تخزن، تطلع في العقل اللاواعي تلقائيا تطلع. وذاك هذا الذي يخزن، الكلمات تخزن، المشاهد تخزن وتطلع. لما تطلع وتمارس وتكرر أكثر من 3 أسابيع أو 21 مرة على الأقل تصبح نظام، نمط سلوكي. طيب دكتور عفوا، هل تتوقع أن هذه القنوات المتخصصة للأطفال تقصد إفساد أخلاق أطفالنا، ولا هذا همها يعني الوحيد؟ لا تقصد. هذه القنوات أغلبها إن لم يكن كلها قائمة على جهتين. الجهة الأولى هم ناس رجال الأعمال الذين يربحون. كلما كان الإنسان مسطولا غبيا غير قادر على التفكير واتخاذ القرار كلما استهلك، أصبح نظام استهلاكي. لأن حتى يعاكس بنت لازم يلبس ويقص شعر بطريقة معينة ويلبس لباس معين ويعمل عمليات جراحية وتجميلية، الولد أو البنت. شوف أن العملية التجارية تشتغل. الأمر الأخطر أيضا اللي حذرت منه حتى الكنائس اللي هي الماسونية، وهذه القناة اللي عرضتم جزء منها، هذه قناة معروفة في الغرب أنها قناة ماسونية، لأن الرموز الماسونية تظهر على كل البرامج. رموز ماسونية بعضها يظهر علانية وبعضه يظهر بسرعة غير عادية. يبث عندنا هذا؟ يبث، أنتم عرضتم جزء منه. يبث في العالم العربي في النايل سات يمكن أعتقد. يعني بعد فترة أتوقع أن عند أطفالنا نجد رموز ماسونية وهم ما يدرون إيش هذه. وهذه تدمر عقيدة التوحيد. تعرض بعض الشخصيات لما يمسك رمز معين سواء كان رمز ماسونية أو صليب أو النجمة السداسية يصبح بطل، كأنه يلجأ لها فتعطيه قوة. فهذه تدمير لعقيدة التوحيد. طبعا دكتور، الحين لو نتوقع لو واحد سوى برنامج مباشر مثل برنامجنا وقال حق الأطفال يا أطفال سووا كذا، افسدوا في دينكم وألحدوا، ما راح يكون له أثر على الأطفال، صح ولا لا؟ أبدا. لكن الأفلام الكرتون هي الخطورة دكتور. حتى الكلمات، يعني أنا أسمع بعض الأطفال يقول كلام كبير من سب وشتم، وتتوقع هذه من أفلام الكرتون يمكن حصلوا بعضها؟ صحيح، لأن لاحظ الموعظة، لذلك النبي كان مستقللا في الموعظة، كان يتخون بالموعظة مخافة السآمة. الموعظة عبارة عن حوار مباشر، هذا ينفع لو كانت نصف دقيقة في الأسبوع، نصف دقيقة وليست دقيقة، لأنها مباشرة. أما أعظم المواعظ هي المواقف اللاواعية. الكرتون يعرض مواقف لاواعية هي عبارة عن حركات ومتعة وكذا، بس الحركات الجنسية عبارة عن رسالة لاواعية، الكلمات رسالة لاواعية، كلها تخزن في العقل اللاواعي. وذاك أعطيك مثال بسيط، كان عندنا الرسائل، كان عندنا مثلا حملات ضد المخدرات قديما،
كلها تقول لا المخدرات تقتل، تؤدي إلى السجن، إلى القبر، إلى كذا. ما نفعت، زادت المخدرات. لماذا؟ لأن هذه مباشرة. الحين بدأوا يتكلموا على صور أخرى، الهواية حماية، المتميزين، اجلس اعطيني وقت يابا فهمني، يعني كذا. الرسائل الخفية اللاواعية هي التي تصل. دكتور، احنا نتعجب اليوم لما نشوف ناس تتكلم عن الاختلاط اللي جبتها قبل شوية في المدارس أو الجامعات أو غيرها. شيخ أنتوا وين عايشين؟ الناس يسبحون مع بعض أولاد وبنات في حمام سباحة مشترك، وهذا كثير يعرض في أفلام الكرتون والمسلسلات الحقيقية لقنوات الأطفال. فالطفل لما يتربى على أن البنت تلبس بكيني والولد يتسبحون في حمام سباحة واحد، هذا عادي. فشلون تقول لي في المدارس يجلسون؟ وين عايش أنت؟ فصار صرنا إحنا الغرباء شيخ وإذا كان ضد الاختلاط، ليس من ناحية يقول لك والله فيه نص، أنا لست شيخ ولا مفتي ولا كذا، لكن ضد الاختلاط لأن الاختلاط يحطم النفس. الاختلاط يجعل الإنسان ينضج قبل أوانه. الولد إحنا الله عز وجل جعل الإنسان ينضج بتأني إلى 18 سنة، فلما يختلط الولد عمره 7 أو 8 سنوات و10 سنوات يصل قبل 18 سنة في عمر 11 سنة، ما الذي يحدث؟ لا يستمتع بكل ما هو فطري، ينتشر العجز، ما يسمى بالعجز الجنسي، الضعف الجنسي، الشذوذ منتشرة في الشباب في كل العالم. ينتشر الشذوذ لأن كل ما هو فطري لا يستمتع بالإنسان لأنه نضج قبل أوانه. وذاك أنا ضد الاختلاط وأعتبره حراما لأنه يدمر النفس، والنفس هي جزء من الضرورات التي جاءت الشريعة لتحميها. وتأييدا لكلامك أن الفيلم الكرتون، بعض الأفلام الكرتون المنتشرة والمشتهرة عند الأطفال، البطل أصلا هو جنس. صح. واحيانا تكون البطل هي سحاقيه. اصلا دكتور، ندخل في جانب ثاني من جوانب التاثير وهو العنف. نعم. احد الامهات ارسلت رساله تقول انا ولدي يطبق الحركات اللي يشوفها على اخوانه وعنيف معاهم. صحيح. فهل لتاثير هذا تاثير، وهذا ابسط تاثير، هذا اقلها بالنسبه لنا خطوره، ان الولد يقلد هذا العنف بضرب اخوانه، هذا ابسط شيء. هذا بداخله عنف وسير يطلعوا بهذا الانموذج. بس الاخطر من هذا يصبح عنف وعدوانيه ضد القيم، ضد الآب والأم، ضد الدين، ضد العقيدة، ضد العلم، ضد المدرس، وهذا أسوأ من العنف ضد الأولاد. دكتور، ودنا نحط تقرير في العنف في هذه الأفلام الكرتون وعشان ناخذ تعليقك عليه إن شاء الله. خلينا نشوف هذا التقرير. اهجموا عليهم، دمروهم، اقتلوهم. هذه الكلمات ليست مأخوذة من تقرير عسكري، بل هي جمل بسيطة من مسلسلات كرتونية موجهة للأطفال. فباسم التشويق والإثارة تجد مناظر الدماء والضرب والقتل والأسلحة منتشرة في تلك المسلسلات. فلا تستغرب ارتفاع معدل الجريمة بين المراهقين. ساعدني أرجوك. فلهذه المشاهد الأثر البالغ في تعزيز روح العنف والعدوانية بين الأطفال. والآن علي أن أقضي عليك بلا تردد. لماذا أخبرته عن هذا المكان؟ كله بسببك، كله بسببك. دكتور، الطفل البريء الأليف يعني الوديع يتأثر بهذه المناظر؟ جدا، لأن الله عز وجل على الإنسان أول ما يولد على الفطرة ببناء نفس رقيق، يحب الخير ويحب الهدوء ويكون ودود، يحب الحيوانات. لما يرى مثل هذه بشكل متكرر، بشكل يومي متكرر، كلها مطاردة، مصطلحات مطاردة، معاكسة، قتل، تدمير، سيطرة، تخزن.
هذا العنف عبارة عن شحنات من العنف والعدوانية تخزن داخل جسم الإنسان. كيف تطلع؟ وأنا راح أفاجئ الناس تقريبا 90% من الأبناء يعانون من هذا العنف. فأقول لكم أشكال العنف. أبسط شكل أن الولد يضرب إخوانه، هذا بالنسبة لي أبسط شيء، هذا سهل علاجه. لكن الأخطر من هذا أن الولد يتمرد بطريقة هادئة لما يكون أبوه متسلط، أمه متسلطة، أبوه عنيف، أمه عنيفة، ما يسمحوا له بهذه العدوانية. يطلع العدوانية بماذا؟ ضرب الأسنان، طيلة الليل يضرب أسنانه، هذا مرض منتشر حين. العدوانية تطلع أثناء النوم، الولد ينتف شعره، الولد يأكل أظافره. طلع عند البنات اللي يتابعون هذا الشيء أن البنت تصبح عندها عنف ضد الأكل، ما تأكل، ما يسمى فقدان الشهية العصبي، لما له علاج؟ ما عندنا لها علاج، لا سيما لو تجاوزت مراحل متقدمة. يعني قد يكون هذه أعراض لعنف مكبوت داخلهم؟ عنف مكبوت ما قادرة البنت تطلعه في البيت لأن أبوها صعب، أمها صعبة، أو طبيعة شخصيتها لما كان عمرها سنتين شخصية هشة هادئة لينة كذا، ما تستطيع تطلع العنف، فيطلع العنف على شكل أمراض، على شكل تبول لا إرادي، على شكل تأتأة، على شكل فقدان الشهية العصبي. كل هذه أشكال، وأعتقد أن الآباء والأمهات اللي يسمعوني الحين سيجدون أن شكل من هذه الأشكال موجودة عند أبنائهم. يعني ممكن يكون هذه الأمراض سببها هذه أفلام الكرتون هذه؟ 90% هذه أسبابها. أفلام الكرتون ولا الأفلام المباشرة ولا العنف. أفلام الكرتون اللي فيها العنف، مسلسلات الخليجية والكويتية فيها عنف. طيب إذا خرج العنف عن السيطرة عند الطفل وطلع برا البيت، هذا شيء ثاني. إذا خرج يعني تعني أن الولد عنده شيء لازم يطلع. فالحين هذا دور الأمن، إذا خرج الأمن هذا يقوم به، بس إحنا ما نريد. يعني دكتور ما نراه أحيانا في المدارس من الضرب بالسكين أو بالبعض اللكمات أو بعض الضرب عنف مكبوت. إحنا هذا تعرف أحد المشايخ الأفاضل اللي نحب ونحترمهم، يعني ربى ابنه أحسن تربية واستثمر كل جهوده في ابنه، وابنه راح في 5 ثواني عنف، ولد عنيف ضربه بسكين قتله في السنة الماضية. تعرف الشيخ ليش خزة؟ ليش نظر إليه؟ ليش نظرت إليه على طول؟ ليش نظرت إليه؟ طلع السكين دمره، قتل نفس وهو مدمر الحين 25 سنة في سجن. هذا عنف مكبوت. ولذلك احنا كمعالجة للعنف ليس الأمن وحده من يقوم بعلاج، الأمن دوره أنه يحمي المجتمع، بس احنا دورنا كآباء وأمهات أن نحمي أولادنا من هذا العنف. من التلفزيون لاحظ مثلا الواحد يقول ماذا أفعل؟ فأنا أسأل سؤال، لو وجدت ابنك يدخن سيجارة ماذا تقول له؟ والله يا ابني قلل من السيجارة، دخن سيجارة 2 في اليوم، ولا أنك تغضب وتزعل وتأخذ السيجارة وتدمرها؟ مو هذا هو الموقف؟ أنا أقول شيء ولا أريد أن يفهم خطأ، أن السيجارة أرحم مليون ألف مرة من هذه المشاهد اللي نشوفها. السيجارة قد تدمر الرئة، قد تدمر، لا يعني أنها تدمر بالرغم من تحريمها وخطورتها، رغم من تحريمها وكذا قد تدمر الرئة وتسبب أمراض وغيرها، قد يعني نقول 70%، وهي محرمة شرعا، وهي محرمة شرعا ولا ندعو لها كذا بالضبط. لكن موقف المتشدد اللي عندنا مع السجائر ينبغي أن يكون أشد منه مع هذه الأفلام. دكتور احنا تكلمنا عن الجانب العقائدي والفكري والجانب الأخلاقي والعلاقات الجنسية والعاطفية، وتكلمنا عن العنف والسلوك، ويمكن في أيضا أضرار ثانية دكتور؟ في أضرار اجتماعية، أن اللي يتابع هذه الأشياء سيكون بطبيعته إما انطوائي أو عدواني، إما يكون ضعيف شخصيا انطوائي أو يكون عدواني. إذا لم يستطع أن يمارس هذا العنف في حياته بسبب ضعف شخصيته، السنوات 4 الأولى كان ضعيف الشخصية، سيصبح انطوائي لا غير قادر على مواجهة الجمهور، وإما سيصبح عدواني عنيف حتى هو ماشي يضرب السيارة ويضرب الحارس ويضرب الخادمة ويضرب إخوانه وأخواته. إذا أشياء اجتماعية. الأمر الأخطر أيضا أنه لن يدرس. يعني المدرسة، شفتوا اللقطات اللي شفناها، المدرسة عبارة عن معاكسات وبنات وتبادل وإهانة للمعلمين، إهانة للمدرب والشغب، إضافة إلى يعني تبادل هذه الأفلام وهذه الصور. كل القيم الاجتماعية هدمت، حتى الأب عنده صديقة والأم عندها صديق، والخيانات كلها في البيوت. دكتور، الناس الآن السؤال المهم عندها شنو الحل، شنو البديل، شنو العلاج؟ وهذا راح نرجع للفقرة الأخيرة. خلكم ويانا بعد الفاصل، آخر فقرة مع الأستاذ الدكتور مصطفى أبو السعد.
دكتور السؤال المهم اللي الناس الآن كلها تقوله، شو نسوي؟ القنوات بالمئات. طيب أنا هل أمنع أطفالي؟ إذا منعت أطفالي أخذوا يبكون وحرموا نفسهم من الأكل وسووا مشاكل، فما أقدر أخليهم يطالعون ولا ما أخليهم يطالعون؟ إيش الحل؟ والله أعتقد أن الإخوة والأخوات اللي يعرفون أنني دائما أتكلم عن الطفل وأدافع عنه وأتكلم عن المودة والحب مع الأطفال. إلا في هذه الأشياء البلاي ستيشن والفضائيات ما في مرونة. لأن مثل ما قلت، لو وجدت ابن يدخن سأرمي السيجارة وأغضب. هذه مدمرة أكثر من التدخين. فأنا رأيي أول شيء أن هذه تمنع بأي طريقة كانت. القنوات هذه المدمرة كلها تحذف، إلا بعض القنوات القليلة جدا تعد على الأصابع. ما أدري إذا مسموح أتكلم على قناة واحدة فقط، أعتقد هي جزيرة الأطفال، اللي هي جزيرة الأطفال. جزيرة الأطفال ما لها علاقة بقناة الجزيرة وشبكة الجزيرة بالضبط. هذه قناة ثانية، ما أقول بديل كامل. وفي قسم ثاني البراعم تابعة للجزيرة اللي هي أطفال أقل من 4 سنوات. باستثناء هذين القناتين، ما أقول كاملة، لكن تحترم عقل الطفل، تحترم الحوار مع الطفل، وتتعامل معه كإنسان ناضج بدون أساليب تهييج، وتبث قيم إنسانية إسلامية رائعة جدا بطرق غير مباشرة. وبعض الإخوان أيضا يتابعون المجد الأطفال يقول لك على الأقل الحمد لله كفتهم عن بعض الشرور الأخرى. أنا الجزيرة دكتور أيضا تابعت بعض برامجها جدا جميلة ومحافظة وتحترم مثل ما تفضلت العقل. القنوات الإسلامية مشكلتها أن ما عندها أسلوب الجذب. يعني الطفل ما يميل لها أكثر، فهي مباشرة. فالولد لما يتابع إذا ألغي القنوات هذيك؟ لا تلغى نهائيا، ما في. كيف؟ هذه مدمرة للعقيدة، للفكر، للعقل، للنفس. كل الضرورات الخمسة اللي جاء الإسلام يحفظها تدمرها. طيب دور الأب والأم، حتى لو أنا يعني البيت هل أتركهم أمام القنوات وأمشي، ولا لازم يصير لي دور أكبر أنا كأب ولا والله دور أكبر. أنا أدعو إلى السنة من السنن اللي أعتقد أنها مهملة جدا وما يكاد يتكلم عنها أحد، وكانت سنة للنبي صلى الله عليه وسلم قالها وفعلها، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج من بيته بعد صلاة العشاء. يعني لو احنا خرجنا مرة مرتين في الأسبوع، لكن ما تكون الإنسان ما يرجع إلا الساعة 12 بالليل. كلا برنامجي بعد العشاء أنا لا أنت برنامج، أنت مع الأسرة. أنت الحين أولادك تحاورهم، أنت مع الأسرة ومع الأسر العديدة. بس ما يكون عندك برنامج وعندك 5 ديوانيات من ديوانية لديوانية على حساب الأولاد. فينبغي أن نحيي هذه السنة، معنى أن نجلس مع أولادنا نلعب معهم، نحاورهم، نحكي لهم القصص، نلعب معهم صيدة، نرسم معهم، نلون، نصلي، نقرأ القرآن. طيب هل في كرتون مفيد للأطفال مثل بعض القنوات الهادفة ولا غيرها؟ في بعض الكرتون تعرض في قناة جزيرة الأطفال. عبارة عن قصص جميلة جدا بعيدة عن التهييج، عن العلاقات الجنسية. يعلم القراءة والكتابة، يعلم القراءة، تعلمه الشجاعة، الجرأة، مساعدة الآخرين، المغامرة، روح المبادرة. ليش المسلمين ما ينتجون أفلام كرتون هادفة؟ للأسف المسلمين ما عندهم فكرة من ينتج. مثلا إحدى المؤسسات أنتجت برنامج للأطفال، ثم عرضوا علي. أول ما شفتوا لهم هذا مرفوض. أنا بالنسبة لي مرفوض، لأنهم جايبين يريدون يضحكوا الولد، جايبين شخصية يعني ولد يعني مثل دب ووجهه مثل كاريكاتور، وقالوا هذه الشخصية مضحكة. فأنتم زرعتم قيم أن الولد يأكل أكل. لاحظ هذه القيم، الأكل خطيرة جدا. يعني الحين مثلا أنت على عهدك ما ألم تدرس القرآن أول ما نزل كان ماذا؟ كلمات اقرأ. وأنت درست في مناهج فيها حمد، مع حمد ماذا؟ قلم. الحين أبنائنا يدرسون عابر تأكل وأمها تطبخ. هذه قيم. فلذلك يعني الاهتمام بالأطفال ينبغي أن نهتم بالطفل بإنتاج برامج نعرف كيف نصل إلى عقل الطفل. دكتور لأن اليوم ما أعطينا مساحة للمشاهدين، عندنا اتصال على الهواء، تسمح لي؟ معنا أبو محمد، تفضل أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكركم على هذا البرنامج الطيب. الله يسلمك، تفضل. الأفلام الكرتون كما لأي شيء آخر سلاح ذو حدين. أنا أروي تجربتي الشخصية كشخص، الحين أنا عمري 24 سنة. ما كان يعرض في التلفاز في الثمانينات، كان شيء محدود جدا. تأثرت تأثر سلبي بأفلام الكرتون، أن أغلبها كانت يعني قصصها بريئة واكتسبت منها الشيء قصص الخير والخير ينتصر. لكن الشيء السلبي أن دائما فيه البطل ويحب البطلة. احنا طبعا بالتلفزيون ما كنا نشوف المسلسلات اللي تعرض في الوقت الحالي، ما كنا نشوف الببايات مالت الأطفال بذاك الزمان. فدائما كان الواحد يحس بنقص، وقاعد يعني كان يدور على البطلة مالته أو بالضبط. فهذا من الأشياء اللي تأثرت أنا فيها. الشيء الإيجابي، اللغة العربية كانت أقوى
تاثرنا بهالجانب هذا، ان اللغه العربيه نمت والنطق كان استفدنا من يعني في جانب ايجابي في جانب سلبي. ابو محمد اشكرك شكر جزيلا. عندي ملاحظه اخوي شيخ تفضل تفضل. الاعلانات التجاريه اللي قاعد تحطونها بالفواصل ترى بعضها مخل جدا جدا جدا. واشكرك على الملاحظه، ومنك الى الاداره هنا عندنا. ترى الناس كلهم المشاهدين منزعجين، ولا انا راضي ولا الضيف راضي ولا احد في الكنترول راضي على هذه الدعايات، وان شاء الله راح تتحسن في الايام القادمه. معنا الاخت روابي. الو مساء الخير. مساء النور. حاولي اخت روابي تختصرين الوقت يضاق. تفضلي. ان شاء الله، واتمنى ان ما يقطعون الخط شيخ نبيل. تفضلي. شيخ نبيل، اول شيء يعني يمكن انا اختلف معاك في الطرح، انت وايد حاد في طرحك. وايد حاد. وايد حاد. الاسلام يسر، دين يسر مو عسر. ان احنا لما نقول ان عيالنا يشاركون اليهود ولا النصارى ولا شيء، يا اخي الرسول عليه الصلاه والسلام انزين كان وايد يسهل الامور، احنا ليش نعسر؟ هذه طريقتك وانا احترم طريقتك. ثاني شغله، احنا شيخ نبيل انت صرت مثل عين عذاري، قاعد طالع القنوات الثانيه وناس الوطن عندك ابو قتاده وابو نبيل، ليش ما حطيت منها لقطات وتشوف الالفاظ اللي يعني يتلفظون فيها؟ يا ليت صح كلامك، يا ليت المعدين ياخذون الملاحظه، وانا اشكرك. بالعكس انا ايد الوطن ولا غير الوطن، لكن في ملاحظه ان ابو قتاده ابو نبيل ترى حقي وحقك ترى موجه. احنا قاعد نتكلم اليوم عن القنوات المخصصه للاطفال. ابو قتاده ابو نبيل من قضايا سياسيه اكثر، لهذا ما تسمي الاطفال وايد. اخت روابي اسف ترى على المقاطعه، تفضلي. أنا آسفة همًا، لأن همًا في أطفال بالمسلسل يعني ولد أبو قتادة أو شيء، أنا ماني من متابعة يعني. طيب تفضلي. فهل هذه الملحوظة اللي كنت بوصل؟ أنا أشكرك شكر جزيل، وأنا آسف على أسلوبي، لكن أنا يعني طبيعتي أن آخذ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشبهوا باليهود، لا تشبهوا بالنصارى، قضية الأعياد والاحتفال فيها هذه قضية عندنا بالنسبة لنا مسلمات يعني في ديننا، وين كنت أقولها لكن هذا ديننا في النهاية. الأخت واضحة، حاولي تختصرين معنا. الأخت واضحة. ألو الأخت واضحة، تفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيت أول شيء أشكرك على البرنامج اللي يعني وايد ممتاز، ويعني وايد يعطينا القيم والأخلاق الإسلامية. بس حبيت أني أوضح لك يا شيخ نقطة اللي هي العيب شركات الإنتاج هي تنقي الأفلام الكرتونية اللي مخالفة لعاداتنا وتقاليدنا الإسلامية. يعني أنت لو تلاحظ لو تروح الدول الأجنبية في يحطون حق عمر 15-20 سنة، احنا هني قاعدين يترجمون الأشياء اللي حق العمر حق العمر 15 و20 سنة. يعني إذا ما عليك أمر شيخنا، بس بعطيك يعني نبذة عن الكرتون. مثلا في كرتون اسمه المحقق كونان، هذا الكرتون يعني يعلم على الأشياء يعني الجرم يعني يخلينا احنا نصير مجرمين. هذا حق عمر 15 و20 سنة، يعني هم يعني هذا يعني قاعدين ينتجونه حق هالعمر. بس المشكلة عندنا احنا قاعد نحطه حق قنوات أطفال ما في تمييز بالأعمار. صدقتي. اي نعم. أخت واضحة، ودي أكمل وياك. المخرج يقول انتهى وقت البرنامج. التعليق السريع الأخير دكتور مصطفى على ما سمعته. هل الأخت روابي الأخت الفاضلة وملاحظات أشكرها عليها طبعا أنا، هل إحنا مبالغين دكتور؟ لا أنت واضح. أنت شيخ نبيل، أنا أقول وكنت أكلم أحد الإخوة، أنت واضح ما تريده تأتي له مباشرة بدون مراوغة، وأعتقد أن بحاجة إلى الوضوح بشكل أكبر جدا. وأنت لما تقول في بعض الأعياد، أنا عشت في إيطاليا ونشأت هناك، الكنيسة هناك غير راضية على أغلب الاحتفالات التي تسمى أو باسم المسيحية، أغلبهم هذه الأشياء. مثل ما إحنا عندنا عادات تحسب علينا كمسلمين وإحنا كمسلمين ضدها، أيضا الكنيسة ضد هذه الأشياء. مثل هذا فالنتين، هذا غير مقبول في الكنيسة. أنا في لندن ما شفت أي مظهر، ما في أصلا. هذا يعتبروه واحد خارج شاد، هذا القس غير معتمد في الكنيسة. دكتور يقول لي المخرج تايم اوت، آخر نصيحة دكتور توجه لي أولا. آخر نصيحة إلغاء هذه القنوات، لأنكم ستدفعون الثمن غاليا إذا وصل الأبناء المراهقة والشباب. الأمر الثاني، إذا أكثر الأبناء من متابع لن ينصتوا لكم في الكبر، ستجدون أنفسكم لما تكبرون وحيدين مكتئبين، ما عندكم أحد ينصت لكم. أحبوا أبنائكم، الأبناؤنا هدية، استمتعوا بالجلوس معهم. أولادنا علموهم الحركة، عندنا أندية رياضية، أندية شبابية، علموهم يساهمون في العمل الخيري، في العمل التطوعي، في الاهتمام بالبيئة، في الاهتمام بأي شيء في المجتمع في خير. أولادنا عبارة عن خزان من
القوة والطاقة. إذا لم تجد أين يعني تسرب أو أين توجه، سوف تجلس تنتظر من يوجهها بهذه القنوات الفضائية القاتلة المدمرة للنفس البشرية. أستاذ دكتور مصطفى أبو سعد الصديق والأخ العزيز، أشكرك شكر جزيل على حضورك وعلى هذه الكلمات اللي يقولون لي الإخوان خلي الدكتور يتكلم لا تقاطعه لأن الكل مستمتع بحديثك. أشكرك شكر جزيل، أشكركم على متابعتكم لنا لهذه الحلقة. نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاة له بساق. أحب الله عن أدب وصدق، ولا أرضى سوى التقوى خلاقي. إذا ما عشت لا أنسى إلهي، به أسمو من الأخرى المراقي. يعز علي ترك الحب عندي، ولو بلغت بي الروح التراقي. تركت جميع خلق الله دوني، شغلت عن الخلائق باشتياقي. وشوقي قد مزجت به رجائي، على خوف فمن خوفي مذاقي. ومن عرف المحبة عن يقين، حرام أن يميل إلى فراقي. وكيف أحب غير الله يوما، وليس سواه في الأكوان باقي.